السلام عليكم بنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ نتمنى من الله تكونوا بالف خير وانتم كتشاهدوا معايا هذا الفيديو. مرحبا بكاع الاخوات اللي انضموا للقناه. بالنسبه للفيديو ديال اليوم فيديو جديد، فيديو كيف ما كتلاحظوا في العنوان فيديو ممتاز بزاف، كيك اقتصادي غادي تحتاجوه العيد ان شاء الله بمناسبه ذكرى المولد النبوي الشريف. لما لا ما تحضروش في المائده الافطار ديالكم، كيجي خطير كيجي لذيذ، وكيف ما كتلاحظوا معايا الشكل ديالو كيجي ممتاز بزاف، غادي يحمر لكم الوجه ديالكم مع الضيوف ديالكم. وقبل ما ندوز نعطيكم مقادير كنبغي نقول لكم مبروك عواشركم. لاول مره زار القناه ديالي ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد ديالي، وما تبخلوش عليا بلي لايك وتعليقكم كيف ما ديما. ولا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساوش بارطاجيوه مع العائله والاصدقاء باش تعم الفائده. اول حاجه في بول او اناء كنوضع 4 ديال الحبات ديال البيض يكونوا بدرجه حراره المطبخ. بالنسبه للبيض انا هنايا عندي حجم كبير، الا كان عندكم حجم صغير يمكن لكم ديروا حتى ل5 ديال البيضات باش الكيك ديالنا كيجي كبير واسفنجي. وحاجه اخرى، كيف ما لاحظتوا في الاول الكيك ديالنا في مول عادي، ما درت لكمش شي مول، اعتمدت نديرها لكم كيك اللي هي اقتصاديه في نفس الوقت، والشكل ديالها يجي رائع بزاف ومذاق مميز، وما تحرفش لكم غير في المول العادي اللي الشكل ديالو اللي هو دائري. هنا وضعت 4 ديال البيضات بحرارة درجة المطبخ مع كأس مملوء جيدا من السكر الخاشن أو السكر سنيدة. بالنسبة للوزن ديالو 150 غرام ديال السكر سنيدة. كندمج السكر والبيض مزيان حتى تنلاحظ بان ديك الحبيبات ديال السكر دابو. عاد باش ندوز نضيف الزيت. هنايا كنستمر في الخفق. بالنسبة الأخوات اللي بغاو يطربوا الخليط ديالهم بطراب كهربائي يمكن لكم. أنا هنا صافي اكتفيت غير بفوي كنطرب بها البيض مع السكر سنيدة حتى رجعوا هاد الفقاعات هادو. عاد باش ضفت كاس ديال الزيت، بنفس الكاس اللي كنعبر به الزيت كنعبر به السكر سنيدة كنعبر به الحليب. كيف ما كتلاحظوا هنا غادي ندمج السكر والزيت والبيض مزيان عاد باش ندوز نضيف الحليب. بالنسبه لكميه الحليب غادي ندير كاس وربع ديال الحليب. نصيحه اخرى بالنسبه للكيك ديالنا بغي نقول لكم ما ديروهاش في الخلاط الكهربائي. بالنسبه للمونينيكس غتطربوها بالطراب يدوي واما بالطراب كهربائي فقط. هنا غادي ناخذ معلقه كبيره من الكراميل او نكهه الكراميل اللي توفر لكم في الدار. كذلك حتى معجون التمر يمكن لكم تعوضوه به الا ما توفرش لكم لاغوم د الكراميل او صوص كراميل. انا هنايا وضعت معلقه كبيره من صلصه الكراميل، وغادي نضيف كاس وربع ديال الحليب بنفس الكاس اللي عبرت به الزيت والسكر. كيف ما كتلاحظوا الكيك ديالنا كبير، ضروري نديرو كميه اللي هي كبيره. هنا درت كاس وربع ديال الحليب حتى هو بدرجه المطبخ، وكذلك ضفت جهد ما بين النص والربع ديال الماء دافي. هنا معلقه كبيره من مربى ديال المشمش او الكونفيتير ديال المشماش، وغادي نرجع نخلط الكل جيدا حتى كنحصل على واحد القوام اللي هو متجانس. عاد باش كندوز نضيف الدقيق والخماره د الحلوى. هنايا غادي نجيب غربال او صفاي اللي غادي ندوز فيه الدقيق. بالنسبه للكونتيتي او الكميه ديال الدقيق عندي 300 غرام ديال الدقيق الرطب. غادي نغربلها في دفعه واحده، ما غاديش نضيف تدريجيا. غادي نضيف الدقيق دفعه واحده. هاد الكميه هادي كتوال مع هاد المقادير اللي ذكرت لكم. هنا بعد ما غادي نغربل هاد الدقيق هذا غادي نضيف 3 ديال الشاسيات ديال الخميره الكيماويه او خماره الحلوى. 3 كل وحده فيها 8. كل ساشيه فيها من وزن 8 غرام. درت 3 ديال الساشيات ديال الخميره الكيماويه.
بالنسبه للدقيق ديالكم ضروري تغربلوه ولو حتى 2 المرات. كنغربلو في الاول وكنعاود نغربلو عفوا المره الثانيه باش ما كيبقاوش ليا دوك الحبيبات في الكيك ديالي. من كتجيو تقطعوه ما كتلقاوش دوك التكتلات ديال الدقيق، لهذا من الاحسن تغربلوه. هنا غادي نبدا ندمج الكل مزيان حتى كنحصل على القوام اللي انا كنحتاج. بالنسبه لهنايا غادي نخلط الكل، غتبقى شويه خفيفه شيئا ما، غادي نضيف لها معلقه ولا جوج. بالنسبه للاخوات اللي غادي يضيفوا هاد الكميه ديال الدقيق وتبقى لهم الكيك ديالهم خفيفه، غادي يضيفوا ما بين معلقه حتى جوج كبارين ديال الدقيق. كيف ما كتعرفوا الدقيق كاين النوعيه اللي كتشرب وكاين النوعيه اللي لا، لهذا غادي تضيفوا 300 غرام، واللي بقى الخليط ديالها جاري بحال هذا الشكل هذا غادي تضيف معلقه حتى لجوج كيف ما درت انايا. ورجعت كنخفق الكل جيدا حتى رجع ليا القوام ثقيل كيف ما كتلاحظوا هنايا. وضعت 2 معالق ديال الدقيق ودمجت الكل مزيان حتى رجعت كندير عمليه زائد او 8 في الوسط الكيك، وبواحد القوام اللي هو ثقيل عاد كتهبط. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا القوام كيفاش رجع ديال الكيك، كيرجع الكيك معلك. كنحتاجوا قوام كيك اللي هو ثقيل شيئا ما باش ما تجيناش الكيكه مهويه. كتجي مهويه على هذا الشكل هذا، ما كتجيش مدقسه عفوا. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا كنرسم على شكل 8، كترسم وكتبقى مده عاد باش كطيح. هنا غناخد سباتيل وغادي نجمع الجوانب ديال الكيك وغادي نحتفظ بها جانبا لمده ديال ما بين دقيقه حتى 2، غير بما دهنت القالب او المول ديال الحلوى كندهنو بالزيت وكنرشو بالدقيق عاد باش ندوز نفرغ فيه الخليط ديال الكيك. وهنايا كنجيب هذا المول هذا الدائري اللي كاع البيوت المغربيه عندهم هذا المول، كيتوفروا على هذا المول هذا. كنفرغ الخليط، كنهز يدي الفوق باش كيدخل الهواء باش يجيو دوك الفقاعات وسط الكيك. كنفرغ الخليط ديال الكيك على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا في الصوره. وبعد ما كنفرغ الخليط ديال الكيك كناخذ هكذا مكسرات. عندي هنايا الزبيب، اللوز، عندي البندق، كذلك عندي المشماش مقطع رقيق. هنا وضعتهم فوق الكيك او في الوجه ديال الكيك على هذا الشكل هذا. بالنسبه للمكسرات اللي متوفر لكم في الدار، هنا غادي نضيف واحد الاضافه ديال لاكاجو، غادي نبدا نفرتت فيه على هذا الشكل هذا وغادي نديرو كطبقه من الفوق. وكذلك غادي نزيد حفينه هكا ديال الزبيب. بالنسبه للمكسرات كيبقى لكم الاختيار، اي نوعيه ديال المكسرات متوفره عندكم في الدار يمكن لكم تضيفوها للكيك ديالكم. كذلك غادي ناخذ حب ملوك اولا لي سوريز وغادي نقطعهم في النص وغادي نضيفهم الفوق ديال الكيكه على هذا الشكل هذا. وكذلك غادي نجيب السكر سنيده. بالنسبه للامتياز ديال السكر سنيده كيعطينا واحد التعسيله للفواكه الجافه ديالنا وكيعطيونا واحد اللمعه واحد القرمشه كطبقه من الفوق للكيك ديالنا. هنا تقريبا واحد 4 كاس كناخذوا ديال السكر سنيده وكنرشوا من الفوق على هذا الشكل هذا عاد باش كندخلها للفرن اللي مسخن على 180 درجه. كنشعل عليها غير من التحت فقط حتى تيضاعف الحجم ديالها وكنحس بها بانها طابت، عاد باش كنشعل عليها الفوق. كيف ما كتلاحظوا هاد الكميه ديال السكر كنديرها على شكل طبقه باش من كتدخلوها للفران وكتشعلوا ليها على الوجه ديالها كيتحمر داك السكر سنيده وكيتعسلوا ديك الفواكه الجافه. هنا بعد ما دخلت الكيك للفران طيب غادي ندوز نحضر معكم صلصه الكراميل او سوس كراميل. كناخذ كاس ديال السكر سنيده كنوضعوا على نار متوسطه. كيف ما كتلاحظوا تكون هكا الكاسرونه ناشفه تماما وكنوضع فيها كاس ديال السكر سنيده وكنخليه على نار متوسطه حتى تيبدا يذوب عاد باش كنقص عليه النار. هنا غادي ناخذ فوي صغيره وغادي ندمج الكراميل
باش يذوب ليا كامل، ماشي كمية تذوب وتحرق وكمية تبقى في الوسط. هنا غادي نطفي عليه حتى ندمج الكل جيدا. عاد باش ندوز نشعل عليه واحد النار اللي هي خفيفة بحال الشكل ديال الشمعة. هنا كناخد صلصة الكراميل، معلقة كبيرة من صلصة الكراميل كنضيفها للسكر، ثم كندمج الكل جيدا. بالنسبه لهاد الصلصه هذه كتجي خطيره في المذاق، كتجي رهيبه الصراحه. جربوها كونوا اكيدين غادي تعجبكم بزاف. ماشي بالضروري ديروها غير بهاد الكيك هذه اللي شاركت معكم انا اليوم. هاد الصوص هذه كتجي حتى في لاكلاص رائعه بزاف. هنا ضفت كاس ديال الحليب. بالنسبه للحليب درجه الحراره ديالو تكون عاديه، اما يكون كان عندكم فوق سطح العمل اولا كان عندكم في الثلاجه، ماشي مشكل. ما تخافوش هنايا في هاد الاثناء هادي، لحقاش كنضيفوا الحليب بارد كيوقعوا تكتلات وكتبقى السكر يطرش. حضيو غير يديكم لا تحرق صافي، وبقاو تخدموه حتى يتجانس لكم الخليط. هنا بعد ما داب داك السكر وسط الحليب كنضيف قطع ديال الشوكولاط الابيض. الا بغيتوا الكراميل ديالكم تحصلوا عليه مفتوح، بغيتوه مغلوق ضيفوا الشوكولاط الكحل. هنا القطع تقريبا ما بين 6 حتى 7 ديال القطع اللي درت ديال الشوكولاط، وغادي نستمر في الخفق. بالنسبه للسر ديال الخلط او الخفق تيخرج لنا اللون ديال الكراميل اللي هو ذهبي، واحد اللون اللي هو زوين بزاف. لهذا ضروري من الخفق بفوي ماشي بمعلقه. بعد ما كيتجانس ليا الخليط كنخليه كيغلي على نار متوسطه، ماشي مجهده ولكن كنخليه على نار متوسطه. مره كنحرك باش ما يوقعوش تكتلات في الجناب ديال الكاسرونه. ما تخافوش راه ما غاديش يفيض. بالنسبه للخليط باش تعرفوه نجح معكم، هنا في الاول من كتكون الكميه ديال الحليب او الماء باش ما تكونوا خدمتوا الكراميل ديالكم. النسبه ديال السوائل بعد ما كتكون الكميه السوائل باقا فيه بزاف، كتكون ديك الكشكوشه قريبه كتبدا دابا وساعات تطلع. منين كتحيد ديك النسبه ديال السوائل كيبدا الخليط يعقد ويهبط، ما كتبقاش ديك الكشكوشه الفوق. هذا هو السر من الاسرار ديال نجاح الكراميل ديالكم. بالنسبه للكراميل علاش ما قلت لكمش اليوم ديروا فيه الماء ديروا فيه الحليب؟ لحقاش الكراميل الصراحه ديال الحليب كيجي افضل واحسن من ديال الماء. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا الكميه ديال السوائل تسكرات وتبخرات، لهذا الكشكوشه رجعت كتهبط. هنا بدا الخليط كيعقد. بغيتوه يجيكم خاتر او ثقيل على هكا غادي تزيدوه النار. انا صافي اكتفيت بهذه هي القوام اللي بغيت نحصل عليه. بغيتو تيستيوه خذوا هكا معلقه ووضعوه في الرخامه، غادي يبدا يبان لكم ثقال. لحقاش من كتكون درجه الحراره ديالو طالعه كيبقى يبان راه جاري. هنا الكيك ديالنا صبح جاهز باش نخرجو من الفرن عفوا. شعلت عليه من الفوق ومن التحت في الاخير، بينما في الاول تقريبا واحد 30 دقيقه الاولى كلها كنت شاعله عليها غير من التحت حتى الشها طابت مزيان، وبغيت نحمر ليها الوجه ديالها عاد باش علت عليها الفوق والتحت. هنا غادي نزولها من المول. بعد ما غنديمو ليها في المول ونوضعها في صحن التقديم، غادي نوضع فوق منها صوص الكراميل. بالنسبه لصوص الكراميل واخا طفيت عليها قبيله خصها تبرد باش عاد نزين بها الكيك ديالي، وكنبدا نخفق فيها مزيان حتى تتغير اللون ديالها. كنعطيها ما بين دقيقه حتى ل3 دقائق وانا كنخفق فيها وحتى باش نساعدها باش تبرد داغي. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا الكيك كيجي طالع الصراحه كيجي رائع بزاف. بعض الاخوات اللي هكا ما بغاوش الكراميل يمكن لهم يكتفيوا بها هكا ناشفه. انا كتزيين فقط شاركت معكم صلصه الكراميل مع اللوز او الكاوكاو كونكاسي اللي متوفر لكم فقط كاضافات. راه بعض الاخوات غادي يكتفيوا بها غير بهذا الشكل هذا ناشف، وكتجي ديك الطبقه المقرمشه من الفوق بالسكر ولي فخوي سيك كتجي ممتازه. كيبقاو هادو اضافات وإلا تا هما ضفتوهم غتجي الكيك ديالكم خطيره بزاف وكتجي حتى في المنظر زوينه.
هنايا بديت كنفرّغ في الكمية د الكراميل. التزيين كيبقى اختياري، بغيتو ديروه هكا على شكل خطوط، بغيتو ديروه على شكل دميعات، لكم الاختيار. أنا هنا كبيته في الوسط، وعاد بديت كنهبط مع الجوانب ديال الكيك على شكل دميعات، عاد باش غادي نوضع كمية ديال اللوز كونكاسي من الفوق على هاد الشكل هذا. الصراحة كيك ممتاز بزاف، كيجي بنين وكيجي هشيش اسفنجي، كيجي طالع وفي نفس الوقت اقتصادي، وغادي يحمر لكم الوجه ديالكم مع الضيوف ديالكم. بالنسبة لهاد الكيك إلا ما بغيتيش تحضريه إن شاء الله الطبيلة ديالك في ذكرى المولد النبوي، علاش لا ما تحضريش للضيوف دياولك اللي غيجيو يفطروا معاك في الصباح أو الكوتي. كيجي ممتاز بزاف، اقتصادي، شكلا ومذاقا الصراحة كيجي هائل بزاف. غادي نفتحو معاكم باش تشوفوا كيفاش كيجي من الوسط. كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا ضفت له بعض الاضافات لي سوريز وضعتهم من الفوق على هذا الشكل هذا. صراحه كيجي معلك المذاق ديال الكراميل، كيجي فيه من الداخل ومن برا، كيجي خطير بزاف. وبديك الطبقه ديال المقرمشات كيف ما كتلاحظوا حتى اللون ديال الكيك كيجي كراميليزي من الداخل، كتجي هائله بزاف، واحد المذاق خطير بزاف. وهذا هو الشكل النهائي ديالها بعد ما قطعت معاكم. تشوفوا ديك الطبقه كيفاش كتجي طبقه معلكه، كتجي الكيك ديالكم هشيشه من الداخل. جربوها البنات وكونوا اكيدين غادي تنال الاعجاب ديالكم، وغادي تجيو ترجعوا وتقولوها لي في لي كومونتير ان شاء الله بحول الله بالصحه والراحه. نتمنى الفيديو ديالي اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم تحت الارضاء ديالكم. ما تبخلوش عليا بلي لايك وتعاليقكم كيف ما ديما، واللي اول مره زار القناه ديالي ما ينساش يشترك ويفعل الجرس باش يوصلوه كل جديد ديالي. ودابا مبقى ليا غير نودعكم ونقول لكم الى اللقاء البنات، تناوني فيديو جديد ونهار جديد كذلك. مع السلامه، استودعكم الله وحفظه.